السر اللي بيولع الحرق ويكسر الكرش ويظبط الهرمونات ويعدل لك المزاج ويظبط النوم، وكل ده وناس كتير برضو ما بتعرفش حاجة عنه. تعالوا النهاردة نتكلم عن الصيام المتقطع، المعجزة السحرية لحل معظم مشاكل الجسم. من الآخر ناس كتير تسمع عن الصيام المتقطع، ودلوقتي رمضان على الأبواب، فالكلام عن الصيام وفوائده كتير، بس معظم الناس يا إما فاهمينه غلط، يا إما جربوه وما كملوش، يا إما مش عارفين أصلا ليه هو بيشتغل. النهاردة هشرح لك الصيام المتقطع بطريقة علمية بسيطة، وهنجاوب على أهم الأسئلة تخليك تفهم إزاي الصيام المتقطع مش بس بيخسس، ده كمان بيكسر دهون البطن، بيظبط الهرمونات، بيحسن النوم، وبيأثر كمان على الهرمونات الجنسية. أيوة زي ما سمعت. يعني إيه صيام متقطع أصلا؟ الصيام المتقطع في الأصل مش دايت ومش حرمان ولا هو نظام أكل غريب. الصيام المتقطع ببساطة هو إنك بتنظم وقت الأكل مش نوع الأكل. يعني بتدي جسمك فترة ما يخشش فيه أكل وفترة تانية تاكل طبيعي. علميا الجسم أول ما يخلص على السكر اللي في الدم يبدأ يحرق في الدهون المخزونة. المشكلة إن أغلب الناس بتقعد تاكل طول اليوم، فالجسم عمره ما بيلحق يخش في مرحلة حرق الدهون. الصيام المتقطع بقى بيدخل الجسم في المرحلة دي، وده على فكرة أساس التخسيس الحقيقي. ليه الصيام المتقطع قوي جدا في التخسيس؟ أهم سبب هو إن الصيام المتقطع بيقلل من هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين هو الهرمون الأساسي اللي يخلي جسمك يخزن دهون. طول ما الأنسولين عالي الحرق واقف. مع الصيام الأنسولين بينزل والجسم يحول من وضع التخزين لوضع الحرق، وده مش كلام نظري، ده مثبت بدراسات كتير ورت ان الصيام المتقطع بيزود الحرق، وبالذات بقى حرق الدهون حتى في وقت الراحة. كمان الصيام المتقطع بيقلل عدد الوجبات تلقائيا من غير عد سعرات ولا صداع. هل الصيام المتقطع فعلا بيكسر دهون البطن العنيدة؟ وده من أقوى مميزاته. دهون البطن مرتبطة بهرمونات مش أكل وبس، خصوصا هرمونات الأنسولين والكورتيزول. الصيام المتقطع بيقلل مقاومة الأنسولين، وده يخلي الجسم أخيرا يعرف يوصل لدهون البطن ويحرقها ويولع فيها. عشان كده ناس كتير بتلاقي وزنها صحيح بينزل ببطء، بس محيط الوسط بينزل أسرع مع الصيام المتقطع. هل الصيام المتقطع بيأثر فعلا على الهرمونات؟ بشكل إيجابي جدا لو عملته صح. الصيام بيساعد على توازن الأنسولين، وده أساس أي توازن هرموني. كمان بيساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع. الناس اللي كانت جعانة طول الوقت بتتفاجئ إن شهيتهم بتقل، وبيعرفوا يتحكموا فيها بعد فترة صيام. ده لأن الجسم بيرجع يسمع لهرمونات الشبع بطريقة طبيعية تاني. طب إيه موضوع الهرمونات الجنسية؟ دي نقطة ناس كتير ما تعرفهاش. الصيام المتقطع لما يكون من غير حرمان أكل بيساعد على تحسين حساسية الجسم للهرمونات الجنسية. عند الرجالة تحسين الأنسولين وتقليل الدهون بيساعد يرفع هرمون الذكورة بشكل غير مباشر، وعند الستات بيساعد على توازن الهرمونات وتقليل لخبطة الدورة الشهرية اللي بيجي مع الوزن الزيادة. بس نقطة مهمة للسيدات، الصيام المتقطع فترات طويلة ممكن يعمل لخبطة في هرمونات السيدات كمان، فالموضوع مش مستحب لمدة طويلة، لكن اللي بتعاني من وزن زيادة قوي بيبقى ممتاز في التخسيس والتظبيط. هل الصيام المتقطع بيأثر على النوم؟ طبعا وبقوة. الأكل المتأخر بيبوظ النوم ويرفع الأنسولين قبل النوم. الصيام المتقطع خلي الجسم يهدى بالليل، وده يحسن جودة النوم. ناس كتير تلاحظ إنها بتنام أسرع وتصحى كده أخف ومش مكسرة في جسمها، والنوم الجيد لوحده يساعد على التحسين الهرموني والحرق. هل الصيام المتقطع مناسب لكل الناس؟ أغلب الناس، لكن طبعا مش 100%. في ناس بتعاني من مشاكل معينة أو بياخدوا أدوية محتاجين تنظيم ومتابعة، لكن للناس السليمة الصيام بصفة عامة آمن وطبيعي ومش اختراع جديد. ده أسلوب أكل الإنسان عاش عليه ألوفات السنين ومذكور في معظم الأديان السماوية. هل الصيام المتقطع بيبطئ الحرق؟ دي خرافة. الصيام القصير المنظم ما بيبطئش أي حرق. اللي يبطئ الحرق الجوع المزمن وقلة الأكل لفترة طويلة. الصيام المتقطع بيخلي الجسم يحافظ على الطاقة ويستخدم الدهون كمصدر طاقة أساسي بدل السكر. امتى بتظهر نتائج الصيام المتقطع؟ النتائج بتيجي على مراحل. الأول بيجي تحسين الشهية وتحسين الطاقة، بعديها الوزن يبدأ ينزل،
وبعد شوية تلاقي فرق كبير في شكل الجسم والكرش. أغلب الناس بتشوف فرق واضح من 3 ل 4 أسابيع صيام متقطع. إزاي نبدأ صيام متقطع صح؟ ابدأ بسيط، قلل عدد الوجبات، ابعد عن أكل الليل، كل أكل حقيقي مش مصنع، ابعد عن الفاست فود، مش محتاج تعقدها ومش محتاج حرمان. الجسم ذكي جدا، بس اديله فرصة يشتغل صح. الخلاصة يا جماعة، الصيام المتقطع مش حل سحري، بس سلاح قوي جدا لو اتفهم واتعمل صح. لو عاوز تخس وتكسر الكرش، ظبط هرموناتك وتنام احسن، الصيام المتقطع ممكن يكون المفتاح. ولو حاسس ان الموضوع صعب ومحتاج فيديو تعرف فيه ازاي تبدأ صيام متقطع وايه انواعه، اكتب لي في الكومنتات. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده السر اللي بيولع الحرق ويحرق الكرش ويظبط النوم ويحسن هرمونات الجنسية. الصيام المتقطع من الآخر.